طلعت الملف بره وضغطته، عملت له ضغط زي اي ملف بينزل على الانترنت. بتنزله من على الانترنت. extract here. ده شكل البي دي اف زيه زي اي بي دي اف بينزل من على جروب الجامعة او من على الانترنت او ايا كان. مجرد بس ما نفتح البي دي اف اهو، بي دي اف ظاهر عادي جدا زيه زي اي بي دي اف. هنا عندي في الفاير براوسر ده كل المحتوى الداخلي للجهاز، يعني بقى عنده صلاحية الوصول للملفات الداخلية للنسخة. انا عندي ملفين، ملف الاي وملف السي. ده ملف السي اللي فيه البروجرامز فايلز واليوزر. السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. طيب، واحد من اكتر الاسئلة اللي بتيجي من اشخاص سواء مبتدئين او اشخاص تانيين عندهم فضول قوي، ازاي نعمل اتاك بصورة او بملف بي دي اف. لكن اي حد دارس وفاهم الموضوع ده كويس عارف ان دي حاجة شبه مستحيلة، لان هم هنا بيكونوا قصدهم لنظام الاندرويد او سيستم الاندرويد. لكن نظام الويندوز هو عادي وممكن تتعمل، وده اللي احنا جايين نشرحه في الفيديو ده. في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح ازاي ندمج باك دور مع ملف بي دي اف. وفي الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنعمل عملية الدمج ده مع صورة. يلا بينا. مبدئيا كده انت محتاج تكون عامل ابديت وابجريد للنظام بتاعك. اتأكد ان انت عامل ابديت وابجريد لنظام الكالي لينكس بتاعك. سودو اس يو عشان منقعدش نكتب الباسورد كل شوية. اول امر هنعمله هو تحميل ملف الامباير باورشل، وده هنعمله عن طريق كتابة الامر apt install powershell/empire، وهنضغط على انتر. هنا بيقول لي ان الملف او الاداة اوريدي موجودة عندك بالاصدار ده اللي هو اخر اصدار تقريبا. تاني حاجة هنعمل نفس عملية التحميل apt install ولكن لأداة الستاركل او الستاركلر. apt ستاركلر ثم انتر. فبرضو نفس الكلام بيقول لي ان الاداة موجودة وشغالة عندي زي ما انتوا شايفين اهو. هنبدأ نشغل ملف الامباير عن طريق الامر PowerShell Empire Server وهندوس انتر. كده احنا شغلنا سيرفر الامباير PowerShell. هنفتح كده ترمينال تانية وهنبدأ نشغل أداة الستاركلر. دي الواجهة الرسومية للأداة. بيكون الباسورد امباير ادمن زي ما انتوا شايفين، والباسورد بيكون باسورد 1 2 3، واليو ار ال بيكون لوكال هوست 1 3 3 7، وده الباسورد اهو زي ما انتوا شايفين. هنعمل سبميت او تسجيل. بعد ما ندخل في الطبيعي انت مش هتلاقي ده موجود، لكن انا كنت بستخدم الاداة قبل كده، فهنعمل له ديليت عشان نبدأ كده من جديد. هنعمل كرييت. احنا هنا فين؟ احنا هنا في ملف. هندوس على كرييت. في التايب هنختار ال HTTP. النيم هنسيبه HTTP عادي. هنا ده الهوست. احنا هنشرح على نفسنا وهنعمل عملية داخلي. مش هقول الكلمة عشان اليوتيوب ما يحذفش الفيديو. هنشتغل على اي بورت. انا بشتغل على 443. هنسيب كل حاجة بعد كده زي ما هي، مش نلعب في اي حاجة هنا. وبعدين هندوس على سبميت. تمام جدا. هنبدأ نيجي على الستيتشر وهنبدأ نكريت ستيتشر جديدة. هنكريت ستيتشر جديدة. هنختار طبعا الستيتشر الخاص بالويندوز، يعني احنا هنعمل الاتاك ده على نظام ويندوز بات ويندوز لانشر بات. النيم هنا ده اللي هيظهر بره
فهنسميه عادي اي اسم زي مثلا TWM3. الليسنر HTTP. اللانجوج طبعا باور شيل. هنا الاوت فايل اللي هو الملف اللي هيخرج لازم يكون الامتداد بتاعه دوت بات، فاحنا هنسميه اي اسم ولكن الامتداد لازم يكون دوت بات. انا هسميه هاك دوت بات. هنا ده الديليت اللي هو بيقول لك انت عايز يتعمل له ديليت افتر راننج، يعني بعد ما يشتغل يتعمل له ديليت، فانت تقدر تحددها عادي. عندنا هنا انواع الحماية الباي باسنج، فممكن نختار اي نوع حماية عادي، وبعدين هندوس على submit. قال لنا ان الستيجر كرييتد، هنبدأ نعمل له هنا عملية داونلود. ده الملف اللي هو الباك دور، انا هاخده وابعته على نظام الويندوز علشان اعمل له دمج بينه وبين ملف الPDF. طيب يا شباب، انا بعت الملف كده على التليجرام. هنبدأ ان احنا نروح لنظام الويندوز بتاعنا عشان نعمل الدمج. طيب احنا دلوقتي فين؟ في الفيرتوال ماشين ويندوز 10. نقلت الملف اهو اللي هو دوت بات، هاك دوت بات اللي هو الباك دور، وجبت هنا PDF. شوف اي PDF عندك كده من اللي بيبقى موجودين على جروب الجامعة، و PDF عادي جدا اهو. تمام، اسمه Introduction to Network Security. وعندي هنا ايكون PDF ولكن ايكون. تمام جدا. اول حاجة او اول خطوة هنعملها كليك يمين ثم edit. هنيجي هنا وهنكتب start /b، ثم هنحط اسم الملف اللي هو الPDF. هناخده كده كامل، حطه هنا كنترول V ثم كنترول S عشان يسيف لي الملف، او من هنا اهو سيف على طول. تمام جدا. هنعمل بعديها شورت كات. الشورت كات ده هنغير اسمه رينيم، هنخلي اسمه نفس الاسم ده، ولكن بس عشان نعرف نفرق ممكن نعمل كده اي حاجة تخلينا نفرق بين الملف اللي فيه باك دور واللي مفهوش. هنعمل مثلا 8 كده اهو ملف. حلو جدا. كليك يمين بروبرتس تشينج ايكون، اوكي براوس، وبعدين هنيجي نشوف احنا حاطين الايكون فين ونختاره اهو الايكون اهو، وبعدين اوبن، اوكي ابلاي ثم اوكي. طلعت الملف بره وضغطته، عملت له ضغط زي اي ملف بينزل على الانترنت. بتنزله من على الانترنت extract here. ده شكل الPDF زيه زي اي PDF بينزل من على جروب الجامعة او من على الانترنت او ايا كان. مجرد بس ما نفتح الPDF اهو PDF ظاهر عادي جدا زيه زي اي PDF. Introduction to Network Security. هنروح دلوقتي على نظام اللينكس عشان نشوف الجلسة بعد ما سمعت. هنيجي هنا في الستار كيلر، هنيجي على الايجنتس وبعدين هنختار الايجنت. زي ما انتوا شايفين جايب لي الجلسة اللي فتحت على IP بتاعها. تمام جدا. هنا عندي في الفاير براوسر ده كل المحتوى الداخلي للجهاز، يعني بقى عنده صلاحية الوصول للملفات الداخلية للنسخة. انا عندي ملفين، ملف الE وملف الC. ده ملف الC اللي فيه البروجرامز فايلز واليوزر. طبعا اقدر ادخل على اي فايل من هنا. كمان عندي ده اللي هو الC. عندي ملف الE او فولدر الE اللي جواه ملفات البيربسوت. عندي في هنا تاسكس او الحاجات اللي هي اوريدي شغلتها
او انا كنت فاتحها، فبيقدر يظهرها هنا زي ما انتم شايفين كده. طيب ومن الفيو بنقدر نعرف جميع المعلومات عن الجهاز. هل ده كل اللي انا بوصله؟ ان انا اوصل للفاير او البراوسر بتاع النظام بحد ذاتها دي مش حاجة قليلة. يعني هو الجهاز او النسخة بيكون فيها ايه غير الملفات اللي الهاكر يقدر يقفلها وياخد منها نسخة، فهو مش هيحتاج حاجة اكتر من كده. لكن احنا في الانجكشن بيكون عندنا او متاح او نقدر ان احنا ناخد سكرين شوت من اللي بيحصل على الجهاز، ونقدر كمان نعمل ابلود لاي ملف احنا عايزينه، وبرضه داونلود للملفات اللي هي في الفايل براوسر اهو، داونلود تو امباير. وبس يا سيدي، لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.